مرحبا بكم في رحاب الشعر مع قراءة قصيدة من ديوان قصائد في حقائب الغياب للشاعر إدريس داوي. قصيدة اليوم بعنوان يا شام نزيف الياسمين وصرخة الأنين. صرخة الشام: يا شام يا وردة نزفت على أعتاب الرماد، تكفنت سماؤك بالدخان وغاب النور في الظلام. دروز، علويون، مسيحيون، مسلمون، إيزيديون، كرد وعرب، كلهم جرح واحد نازف في قلب أرض لا تنام عن العذاب. من أين جاء الذئب يعوي باسم إله كذوب؟ بأي وحي جاء وسيفه مسلول على رقاب الغروب؟ جيش وطني سمي لكنه غربان تأكل ما تبقى من النجوب. ظلام الأمير، يا أمير الظلام، يا شبحا يرقص في مواويل الأشلاء، شعاراتك خناجر تمزق أحلام النساء والصغار في العتمة العمياء. من أقاصي الأرض أتيتم قطاع قلوب بلا ضمير، تشعلون البيوت وتسرقون من الروح ما بقي من الوميض. تعيدون التاريخ إلى فجره الأسود، حيث الرجال حطب والنساء وقود صلوات الخرافة. أصوات المقاومة: في السويداء صوت يحفر في الصخر، دم يغني الحجر، وعلى جبال العلويين ترتجف الريح ويسفك العنبر. مسيحي على صليب الرماد بلا قبر ولا سلام، وإيزيدي يطارد كطيف يهجر في ليل عار من النجوم. كردي يذبح وأرضه تنهش تحت سياط الظلام، حلمه زهرة ديست بأقدام الغزاة كأنها عار على وجه السلام. صمت العالم: يا شام أين الضمير؟ أين العدالة في وقت الصمت والخيانة؟ دم أصلاء نهر طويل والعالم غارق في نوم الجبانة. أي إله يبارك هذا الخراب، هذا الدم المهدور؟ أي دين يسكت الطفل ويعمي عين النور؟ يا راية الطائفية انكسري، فالأرض لا تحتمل الزور. دم الشام يروي وصوته يطارد الظالم في كل طور. الأمل المولود، لكن يا شام في رحم الجرح يولد الأمل، لا ينفد لا يضيع. دروز يغنون للثبات، علويون يزرعون في الريح فجرا جديد. مسيحيون يشعلون الشمع، إيزيديون يجابهون وعيد الغزاة. عرب وكرد يصنعون الحياة رغم الحديد، رغم السيوف، رغم القيود. ستشرق شمس العدل يا شام من عينيك الدامعتين، ستزهر الأحلام الأصيلة كوردة في أرض موجعة. في بلاد تحتسي الموت على مهل، تنقش أسماء أولادها على حجارة الغياب. تغدو الطوائف أقفاص نار تصفى فيها الأحلام العتيقة. الدرزي في الجبل تختنق روحه بصوت أمه تحت الركام. لا تخرج، الأمير قريب من الباب ومعطفه يحترق من ثقل الفتاوى. والعلوي الذي بكى في الظلال من ويلات جيش ظنه من أهله يوشم بالصمت ويصلب في محراب خيانة مزدوجة. مأساة المكونات: الإيزيدي جر دمه من كهوف سنجار إلى جب الشام، رأى رايات سوداء تنشد التكبير على فتات أطفاله، قيل له: هذا جهاد وهذا وطنك الجديد. المسيحي خبأ صليبه في صدره وغنى للسلام، فمزقوه، نهبوا أيقوناته وباعوا كنائسه في سوق الحطام. والكردي، ذاك المنفي من الجغرافيا المكتوب كسهو على الخرائط، انتفض فحمل على قوائم التكفير والتهميش، صاح: أين أنا؟ فقالوا: في دولة العرب، ابق في الزاوية صامتا أو مت. الجيش والدمار: وما الجيش؟ هو جيش كالميليشيا، رقع من فصائل سوداء، شتات أوطان تتنكر في ثياب العروبة وتنهش ما تبقى من عظم التراب. تحت الأعلام تعلق الأجساد وتمشي المدن على رؤوس المقابر. هذا ليس زمن انتصار، بل موسم انقراض الإنسان.
الرصاص بلا دين، لا دين للرصاص حين يعبد الطرقات بجماجم متساوية الملامح، لا يسأل عن مذهب القلب ولا عن عدد الركعات، بل يسأل فقط: هل أنت معنا؟ فإن لم تكن فأنت العدو المباح. حتى السني إن قال: أنا ضد الفتك بالأبرياء، صار مرتدا في قائمة المقصلة. وإن رفع راية الثورة من غير نفق طائفي، وسم بالخيانة. والعلماني ذاك الذي لا يرى الله في السلاح، ولا الجنة في الذبح، ولا النور في اللحى، أصبح كافرا في زمن الرصاص الطائع. مأساة النساء يا الله، ما فعلوا بالنساء؟ كأن أجسادهن خرائط حروب تستباح لتثبيت نصر مشبوه. من لم تتحجب بالذل والدم خصص لها قيد وعصا وصورة بلا عينين. ومن كتبت قصيدة أو هتفت بالحياة فذاك جرم لا يغتفر معه حتى الشهادة. الربيع المفقود في المدن حيث تمطر الرايات السوداء، لا يزهر الربيع ولا تنمو الأشجار، بل تنبت البنادق في أكوف الأطفال وتسقى العقيدة من حبر الكراهية. الأمير يا شبحا معلقا بين خنادق الدجل وأحلام السكاكين، أي وطن أقمت على جماجمنا؟ أي دين يبدأ من فوهة بندقيتك وينتهي بأرملة تبحث عن قبر لطفلها؟ دعوة الوحدة يا أبناء البلاد المنكوبة، يا من نفيتم من أديانكم ومن وجوهكم، يا من حملتم نعوش إخوتكم وصرحات أمهاتكم. كفى انتظارا لعدل السماء، والأرض تذبح كل يوم بلا شاهد. ارفعوا الرايات لا بالسيوف بل بالضمير، لا تقولوا سني شيعي علوي كردي درزي مسيحي مسلم، بل إنسان لا يرضى بالسفك. تكاتفوا، فإن الظلام لا يسأل عن الهوية ولا يقرأ في سجلات النفوس، هو فقط يكره الحياة. وما الحياة إلا حين نصير جدارا واحدا يمنع السقوط مرة أخرى في الهاوية. هذه الشام جرح وقضية، أنشودة أحزان وحلم أبدي، منها بدأ التاريخ يسقط وفيها سيولد مرة أخرى. في طرقاتها المترمدة كل جرح يحمل وعدا، وكل دمعة تصير برعما إذا ما انتصر الوعي على النسيان. هناك في المساءات الخافتة تصلي الأمهات للرجوع، وفي نبضهن تولد سوريا من جديد دون ظلام. أهلا ومرحبا بالجميع في استكشافنا اليوم لنص شعري مؤثر جدا. عنوانه يا شام نزيف الياسمين وصرخة الأنين، للكاتب إدريس داوي. أهلاً بك. بالفعل النص قوي ومحتاج وقفة تأمل. تماماً. أمامنا نص بيرسم صورة موجعة للشام، لسوريا، وهدفنا اليوم هو إنه نغوص شوي في طبقات هالألم والمقاومة كمان، والأمل اللي بنشوفها بين سطور هالعمل. بدنا نحاول نفهم أكثر الثمن الإنساني للصراع من خلال عدسة هالقصيدة تحديداً. بالضبط. وأعتقد اللي بيميز هالقصيدة بشكل خاص هي لغتها الشعرية المكثفة. هي ما بتكتفي بس بوصف الأحداث، لا، هي بتغوص لأعماق التجربة الإنسانية نفسها. الشاعر بيستخدم صور مجازية قوية جداً ليجسد معانٍ جماعية، لكن بنفس الوقت بيسلط الضوء على تجارب محددة لمجموعات معينة. وفي قلب كل هالألم الواحد بيلمس إصرار غريب للروح البشرية على البقاء. خلينا نبدأ يمكن من البداية مباشرة. صورة الشام كوردة نازفة على أعتاب الرماد، صورة قوية جدا جدا. هي بحد ذاتها بتجمع النقيضين بشكل صارخ: الجمال الياسمين اللي بيوحي فيه العنوان، ومقابلة الدمار النزيف والرماد. كيف ممكن نفهم هالبداية؟ شو الرسالة الأولى هون؟ أعتقد هي الصورة الافتتاحية بتلخص مفتاح النص كله. هي مأساة بتصيب الجمال في الصميم، بتحول الرمز الوردة الشام لجرح مفتوح. والأهم، النص ما بيترك هالجرح مجرد فكرة عامة، لا، بيأكد على شموليته فوراً. بيعد الطوائف ومجموعات مختلفة: مسلمين، إيزيديين، مسيحيين، دروز، علويين، كرد وعرب.
وبيقول إنهم كلهم بشكلوا جرحاً واحداً. جرح واحد. هالتوحيد في الألم هو نقطة ارتكاز أساسية. المعاناة هون بتتجاوز الانتماءات، بتوحد الكل بمصير مشترك وموجع. فكرة الجرح الواحد هاي مؤثرة كتير، بس النص ما بيتوقف عند وصف الألم بس، بيتساءل كمان عن مصدره وبيحده. بيقول: من أين جاء الذئب يعوي باسم إله كذوب؟ والأكثر إرباكاً يمكن هو وصف جيش وطني بيجي كغريب وبياكل ما تبقى من النجوم. أنا شخصياً لقيت هاي المفارقة مربكة وصادمة. كيف ممكن نفهم هالتناقض؟ هو النص ما بيقدم تحليل سياسي مباشر، قد ما بيستخدم الشعر ليستكشف هالتناقضات المؤلمة. وصف الجيش الوطني بالغريب يمكن بيعكس انهيار الثقة التامة بين الناس ومؤسسات المفروض تحميهم، أو يمكن بيشير لتحول هاي المؤسسات لأدوات قمع صارت غريبة عن نسيج المجتمع نفسه، أو حتى تدخلات خارجية متخفية وراء قناع الوطنية. مفهوم. أما السؤال عن الإله الكذوب فهذا بيشير بوضوح لاستخدام الدين كغطاء للعنف والتطرف، وهي نقطة رح يفصلها النص بعدين. يعني بنقدر نقول إنه النص من البداية بحطنا قدام حقيقة مرة: الهويات والانتماءات بهالصراع صارت مشوهة ومخادعة. وهالشعور بالغرابة والتشظي بنعكس بشكل موجع جدا لما النص بتكلم عن الطوائف اللي زي ما بقول صارت أقفاص. يا الله. هون ما عم نتعامل مع أرقام وإحصائيات، هون قصص إنسانية يعني تكاد تنطق بالألم. بالضبط، هون النص بينتقل من العام للخاص، بيعطينا لمحات سريعة بس حارقة لمعاناة مجموعات معينة، كأن كل قصة هي شباك صغير بنطل منه على حجم المأساة الكبيرة. الأمثلة اللي ذكرتها المصادر قوية جداً: اليزيدي اللي دمه يجر من كهوف السنجار إلى جب الشام، وبينقال له إنه وطنه الجديد هو تحت رايات سوداء تنشد التكبير على فتات أطفاله. مأساة التهجير مع وحشية أيديولوجية بتدوس على كل شيء إنساني. فظيع. والمسيحي على صليب الرماد بلا قبر ولا سلام، حتى لما حاول يتمسك بالسلام خبى صليبه وغنى للسلام. كانت النتيجة التمزيق والنهب وتدمير رموز الدينية، يعني استهداف للهوية وللسلام نفسه. لما أسمع وصف المسيحي بلا قبر ولا سلام، أو اليزيدي اللي وطنه الجديد صار فتات أقفاله، بحس الكلام بيعجز. كيف بيقدر الشعر يوصل عمق هاي المأساة الفردية؟ وشو عن الباقيين اللي انذكروا؟ النص بيكمل بنفس القوة الإيحائية المؤثرة. الكردي بيوصفه كالمنفي من الجغرافيا، وجوده كسهو على الخرائط. ولما بيطالب بحقه بالوجود والهوية، الجواب بيكون تهديد صريح: في دولة العرب ابقى في الزاوية صامتاً أو مت. هون ربط للمأساة الحالية بجذور أعمق من التهميش وإنكار الهوية. للأسف. والدرزي اللي بتختزل معاناته بصورة أمه المختنق تحت الركام، تختنق روحه بصوت أمه تحت الركام، صورة سمعية وبصرية قوية جداً بتجسد فجيعة الفقد المفاجئ والعنيف. يا لطيف. والعلوي اللي بيبكي في الظلال وبيلاقي حاله مصلوب في محراب خيانة مزدوجة. هاي العبارة المكثفة بتلمح لوضعه المعقد، يمكن كضحية عالقة بين أطراف متصارعة، أو شعوره بالخذلان من جهات كتيرة. هاي القصص الفردية المركزة هي اللي بتخلي مفاهيم مجردة مثل الصراع الطائفي أو الأزمة الإنسانية إلها وجه إنساني ملموس وموجع، وبتجبرنا نشوف الضحايا كبشر مو مجرد أرقام أو عناوين أخبار. بالضبط. طيب، هاي المعاناة الفردية والجماعية النص بيربطها بشكل مباشر بطبيعة الصراع نفسه، بشخصية أمير الظلام هذا اللي يرقص في مواويل الأشلاء وبدمر كل شيء حلو وحي. يبدو أن النص بيشوف بهالأمير تجسيد لقوى الشر والتطرف. نعم، أمير الظلام هو رمز لكل قوة التدمير والعدمية اللي غذت الصراع. والنص بيحلل طبيعة هاي الوحشية من زوايا مهمة. أولاً، عشوائيتها وعماها التام. لا دين للرصاص حين يعبد الطرقات بجماجم متساوية الملامح. السؤال الوحيد هو: هل أنت معنا؟ الانتماء أو البراءة ما إلهم أي قيمة. يعني ما في معايير أبداً. وهنا بنرجع لفكرة كيف العنف نفسه بيلغي معنى الانتماءات اللي بيدعي الدفاع عنها أو محاربتها. لما الرصاصة ما بتفرق، شو بيصير معنى الطائفة؟ صحيح. ثانياً، كيف هالعنف بعيد تعريف الولاء والخيانة؟
مجرد رفض القتل العشوائي حتى من مسلم سني بيقول أنا ضد الفك بالأبرياء بخليه مرتد، والعلماني اللي بيرفض ربط الدين بالسلاح بصير كافر. منطق معكوس تماماً ومخيف، والنص بيروح أبعد من هيك بوصف أدوات هذا الظلام، فبيوصف الجيش بأنه ميليشيا، رقعة من فصائل سوداء، وحتى شتات أوطان تتنكر في ثياب العروبة. صور قاسية جداً تعكس حالة التفتت والضياع. تماماً، هاي الصور بتعكس واقع التشرذم، كيف الجيوش أو المجموعات المسلحة تتحول لأدوات قتل طائفي أو أهلي، وبتفقد أي صفة وطنية جامعة. والنص بضيف بعد تاني لهالمأساة، هو استهداف النساء بشكل ممنهج، أجسادهن بتصير خرائط حروب تستباح، وبيحكي عن فرض الحجاب بالقوة وتجريم مجرد الكتابة عن الحياة أو الأمل، كأنه الأمل نفسه صار جريمة. استهداف المرأة والكتابة والأمل كأنه استهداف ممنهج للمستقبل نفسه. وهالشي بردد صدى قول النص: في المدن حيث تطرز الرايات السوداء لا يزهر الربيع، وبداله تنبت البنادق في أكوف الأطفال. صورة مرعبة لمستقبل عم ينصنع من الكراهية والسلاح. صورة قاتمة جداً ما في شك، لكن النص ورغم كل هالسواد ما بيتركنا بيأس مطبق، وهون بنلمس تحول مهم بنبرته، بيبدأ يدور على الضوء بنهاية النفق. وسط كل هذا الظلام اللي وصفتيه، الواحد ممكن يسأل: معقول في أي ضوء؟ النص بفاجئنا بلمحات مقاومة وأمل، ممكن تبين صغيرة بس هي عنيدة. بيذكر مثلا أصوات بالسويداء تثفر في الصخر، ونيران ترتفع بجبال العلويين، يعني إشارات إنه روح الرفض ما ماتت. الفكرة الجوهرية هون هي إنه الأمل زي ما بيصوروا النص يولد في رحم الجرح. الله. المقاومة مش بالضرورة بالسلاح، لا، هي مقاومة بالتشبث بالحياة نفسها، بجوهر الهوية الإنسانية والثقافية. منشوف صور رمزية لهالمقاومة، مسيحيين يشعلون الشمع كفعل إيمان واستمرارية، دروز يغنون للثبات بوجه العاصفة، علويين يزرعون في الريح فجراً جديداً، إيزيديين يجابهون وعيد الغزاة بصلابة، عرب وكرد يصنعون الحياة رغم الحديد، رغم القيود. هي مقاومة بالوجود، بالثقافة، بالذاكرة، بالروح. يعني المقاومة هون مو بس مواجهة مباشرة، هي كمان فعل إصرار على البقاء وعلى معنى الحياة، كأن محاولة لإعادة تعريف القوة بعيد عن منطق السلاح والدمار. بالضبط، هي قوة الحياة بمواجهة ثقافة الموت، قوة الصمود الثقافي والروحي. والنص بيعزز هالأمل العنيد بوعد مباشر للشام: ستشرق شمس العدل يا شام من عينيك الدامعتين، يا رب. وأن الأحلام اللي ماتت ستزهر كوردة في أرض موجعة. هالأمل اللي جذوره بالألم هو اللي بيعطي النص قوته. لكن هالأمل الداخلي بيصطدم بسؤال كبير بوجهه النص للعالم الخارجي، سؤال عن الصمت واللامبالاة. يا شام، أين الضمير؟ أين العدالة في وقت الصمت والخيانة؟ وبيوصف العالم بأنه غارق في نوم الجبانة. اتهام مباشر وقاسي بصراحة. نعم، النص بينتقد هالصمت الدولي بمرارة، وبيعتبره شكل من أشكال الخيانة والمشاركة بالجريمة. بتساءل بتهكم: أي إله ممكن يبارك هذا الدمار؟ وأي دين ممكن يسكر أذانه عن صراخ الأطفال؟ ولو ربطنا هاد بالصورة الأكبر اللي بيرسمها النص، منلاقي إنه الصمت الخارجي والانقسام الداخلي، يعني الطائفية، هم وجهين لعملة واحدة. صحيح. الاثنين بيغذوا أمير الظلام. عشان هيك النص بيدعو لسقوط راية الطائفية، لأنها زور وبهتان ما بتحملها الأرض ولا حقيقة المعاناة المشتركة. وهالنقد المزدوج للخارج الصامت والداخل المنقسم بيمهد لدعوة مؤثرة جدا للوحدة موجهة لأبناء الشام نفسها. بيقول: كفى انتظارا لعدل السماء والأرض تذبح كل يوم بلا شاهد. وبيوجه نداء صريح ومباشر: ارفعوا الرايات لا بالسيوف بل بالضمير. وبيضيف بقوة: لا تقولوا سني، شيعي، علوي، كردي، درزي، مسيحي، مسلم، بل إنسان لا يرضى بالسفك. هاي الدعوة للإنسانية، هل هي مثالية زيادة عن اللزوم بواقع مثل هاد؟ ولا هي الرد الوحيد الممكن من وجهة نظر النص؟ من وجهة نظر النص هي مش مثالية، هي الرد الوحيد المنطقي والضروري. ليش؟ ليش؟
لأن العدو اللي بصور النص الظلام هو عدو أعمى لا يسأل عن الهوية، هو فقط يكره الحياة، وبالتالي مواجهة هذا العدم ما ممكن تكون إلا بالتمسك بالمشترك الإنساني الأعمق، بالحياة نفسها اللي الظلام بيحاول يسحقها. الوحدة هون مش مجرد شعار سياسي، هي ضرورة وجودية، هي السلاح الوحيد الفعال ضد ثقافة الموت التي بدها تمحي الكل بدون تمييز. فهمت. إذن هي دعوة للتمسك بالجوهر الإنساني كحصن أخير. وهيك منوصل لختام رحلتنا بهالنص العميق، رحلة أخذتنا من وصف الألم الصارخ والانقسامات المؤجعة للمحات المقاومة العنيدة، وبعدين لهالأمل المتشبث بالحياة والدعوة الصادقة للوحدة باسم الإنسانية. النص بيوصف الشام بالنهاية بأنها جرح وقضية، أنشودة أحزان وحلم أبدي. وهي الخاتمة بتحمل وعد قوي بالرغم من كل شيء. فسوريا أو الشام، المكان اللي منها بدأ التاريخ يسقط، هو نفس المكان اللي سيولد فيه مرة أخرى. هذا بيحط المأساة بسياق تاريخي أوسع وبيفتح أفق للتجدد والبعث. والنص بيتركنا نتأمل بفكرة عميقة مستلهمة من هالروح، أن كل جرح يحمل وعداً، وكل دمعة تصير برعماً إذا ما انتصر الوعي على النسيان. الوعي على النسيان. الوعي هون مش بس التذكر، هو فهم عميق لدروس الماضي عشان نمنع تكرار المأساة. إذا ما انتصر الوعي على النسيان، يمكن هذا هو التحدي الأكبر والمفتاح لمستقبل مختلف اللي بيلمح إله النص، إنه نحول الذاكرة الموجعة مش لوقود للانتقام، لا، لأساس لبناء وعي جديد وعقد اجتماعي جديد بيرفض الظلم والانقسام، مثل ما بتتمنى الأمهات بصلواتهم الختامية بالنص لما بيصلوا لرجوع سوريا من جديد دون ظلم. بالضبط، هي دعوة إلى تحويل الألم لحكمة والذاكرة لمسؤولية، وهذا هو الوعد الأبدي للشام اللي بيضل يتردد حتى بعد ما تخلص القصيدة، وعد بولادة جديدة أساس الوعي والعدل والإنسانية المشتركة.